السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم فيديو جديد ويوم جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبايب قلب ام بيسان، قبل ما يبدأ الفيديو اللي لسه ما اشتركش في القناة ينزل يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل فيديو جديد انا بعمله. وكمان تحطوا لي اللايك للفيديو اللي بيشجعني ان اعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر. وكمان تكتبوا لي كومنت حلو يفرح قلبي. يا جماعة انا اصلا كده كده هستنى منكم كومنتات علشان تقولوا لي اللي انا هعمله في الفيديو ده حلو يعني وكتغيير حلو ولا لا. وبناء على كومنتاتكم انا هعمل ده. المهم يا جماعه نخلينا بس في الفيديو. اول حاجه كده عملتها جيت هنا، قلت يعني اتغدى الاول. فعملت شاورما. طبعا الشاورما عملتها معاكم في فيديوهات كتير قوي. وكان عندي العيش السوري ده انا بجيبه يعني وبحطه في الفريزر ساعه ما احب ان انا اعمل كده، فبعمله على طول. انا بحب العيش السوري جدا. وعملت تومية وبرضو عاملاها في فيديو معاكم قبل كده، وقليت بطاطس. فجيت هنا بفتح العيش كده وبحط فيه تومية والشاورما، وحطيت بطاطس في واحد وواحد من غير بطاطس، واحد شاورما بس. وبجيب يا جماعة بسخن صينية بصوا يا جماعة شكلها كان حلو جدا. بسخن صينية وخليها سخنة جدا، وبعدين بحطها تاخد بس وش، يعني العيش ياخد بس لون كده. فبتبقى حلوة جدا جدا. الناس اللي بيحبوا الشاورما السوري يعني، فهي بتبقى حلوة جدا. هنا بقى يا جماعة جيت علشان أغير نظام السفرة. أنا نظام السفرة عندي هو حلو وكل حاجة، بس أنا زهقت. يعني ايه، انتوا عارفين لما على طول تبقوا موجودين في نفس الحاجة، ما بتغيروش مثلا النظام ولا كده. فأنا يا جماعة بحب تغيير النظام. يعني أنا جت في بالي إن أنا أغير مكان السفرة نفسها، الترابيزة بالكراسي. أنا حاسة إن هي في جزء عندي مسحوم جدا في البار والنيش وترابيزة السفرة والكراسي يعني. وفي جزء اللي هو فيه الجزمة ده أعزكم الله، بس لوحده كده. يعني حاسة ان في جزء مليان قوي وجزء فاضي جدا. فانا كنت يعني حبيت اغير برضو النظام. هنا جيت اللهم صل على سيدنا محمد. صلى على النبي يا جماعة في الكومنتات. شلت يعني حركت الجزمة من مكانها، وجيت هنا برضو شلت هشيل الكراسي والترابيزة. انا كنت عايزة احط الترابيزة بالكراسي في الجزء اللي هو ورا الباب، يعني الترابيزة بالكراسي تبقى ورا الباب. انا مش عارفة يا جماعة هو النظام ده يعني حلو ولا لأ بس انا بعد ما عملت كده حسيت لا ان في حاجة غلط. يعني الصلاة مش احسن حاجة. يا جماعة هنا زي ما قلت لكم انا مسحت طبعا المكان ده قبل ما احط الترابيزة يعني بالكراسي. بصوا يا جماعة انا طول الوقت بغير النظام وعمالة ابص إن اللي هو تبقى حلو ولا لا، مش عارفة. بس انا حاسة ان البار فاضي كده. انت مخفي بالترابيزه، عن الترابيزه قدام البار، فالبار مش باين. لا مش حاسه ان في حاجه غلط بجد. فانا زي ما انتم شايفين انا حطيت الترابيزه بالكراسي قدام اوضه الاطفال على طول اللي هي ورا الباب. مش عارفه يعني هي شكلها كده حلو ولا لا. بصوا يا جماعه الجزء ده بقى كله فاضي، حتى البار يعني بان منظره، بان شكله. هو طبعا مخفي ورا الترابيزه زي ما قلت لكم. بس بقى في مشكله كمان ان انا معرفتش احط الجزمه فين. يعني الجزمه كده ملهاش مكان. فبعد ما عملت كده رجعت تاني استهديت بالله كده واستعذت من الشيطان الرجيم وغيرت ورجعت كل حاجه مكانها. مش عارفه يا جماعه هو النظام اللي انا عملته دلوقتي ده حلو ولا لا؟ فقولوا لي برضو في الكومنتات لو حلو هرجع اعمله تاني. يعني انا زي ما قلت لكم انا غيرت كل اهو دلوقتي كنت برجع كل حاجه مكانها، لاني كمان ما لقيتش مكان للجزامه. فانتوا لو قلتوا لي ان النظام اللي انا عملته ده حلو هرجعه تاني وهشوف بقى انا مكان للجزامه. يعني ممكن ادخلها في اوضه الاطفال. فكرت ان انا احطها في البلكونه، بس برضو هيبقى مسافه جدا. اللي عايز ياخد آه، اعزكم والله كوتشي ولا حاجه هيدخل البلكونه وعشان يرجع لباب الشقه تاني، فهيبقى مشوار قوي. فمش عارفة يا جماعة والله. يعني قولوا لي برضو فكرة اعملها في اللهم صل على سيدنا محمد في السفرة عندي، لاني حاسة ان فعلا الجزء اللي قدام المطبخ ده مسحوم جدا. مش عارفة. انا حتى فكرت ان انقل البار نفسه احطه ورا الباب. بس طبعا هو عشان يعني الفكرة دي اعملها تحتاج حد معايا، يستحيل اعملها لوحدي. لاني هفضي كل اللي في البار الصيني والحاجة وهرجعهم تاني هيبقى موال كبير يعني.
انا قبل كده حركت النيش من مكانه. انا يا جماعه طول ما انا قاعده بحب ايه اغير كده الاماكن، يعني بحس بالتغيير كده، وانتوا ايه مغيرين مكان حاجه او كده بتحسوا بتغيير. فانا برضو رجعته مكانه لاني برضو ما حسيتش ان هو احسن حاجه، انا وديته مكان الجزامه فبرضو ما حسيتوش. هنا بقى بسان كانت بتاخد مني الجلانس اللي هو لما برش على الازاز ورشته في الارض ووقعت كذا مره، وكل شويه كنت بصلحها عشان يعني بتقع وكده. يا جماعه زي ما انتم شايفين انا رجعت كل حاجه مكانها. هو انا بس ما نبني الا الدوخه، يعني انا دخت شويه في المكان بس، يعني انا ما عملتش اي حاجه تاني. بس بجد بجد انا عايزه اغير نظام السفر عندي. ابصوا يا جماعه انتوا لو تبصوا يعني على المكان هو مسحوم قوي، والجزء مع ان الجزء التاني هو فاضي، يعني ما فيهوش غير الجزامه زي ما قلت لكم بس. فمش عارفه بجد اعمل ايه. فبجد يا جماعه اي حد بيسمعني اي حد بيشوف الفيديو يعني يقول لي على افكار اعملها في السفره عندي. جماعة انا بجد فكرت برضو ان احط السفرة مكان الصالون والصالون مكان السفرة. دي حاجة برضو من اللي فكرت فيها. بس هي عشان يعني الحكاية دي تكمل يعني وتحصل هتحتاج وقت وحد معايا لازم اكيد اني هجيب حد معايا يعمل كده. فقولوا لي برضو لو الفكرة اللي انا بقولها لكم دي حلوة، قولوا لي برضو في الكومنتات. اه يا جماعة زي ما انتم شايفين انا رجعت كل حاجة مكانها. هنا بس انا وقعت زي ما قلت لكم، فكملت بيها بقى، كملت وانا شايلاها. انتوا عارفين يا جماعة برضو زي ما قلت لكم اني طول الشتا طبعا انتوا قاعدين في البيت. بصوا يا جماعة هنا كنت حطيت الكرسي ده هنا قلت مكانه حلو فقعدت افكر شوية، انتوا عارفين ان هو ايه. فعشان برضو اغير وبقى عشان عملت حاجة يعني ما اليوم ما عداش كده، حطيت الكرسيين دول حوالين الجزامة كده. قلت كتغيير برضو، يعني أنا زي ما قلت لكم ان انا بحب التغيير جدا في البيت، يعني اي حاجه كده تتغير في البيت بحس ان دي حاجه جديده مع انها هياها بس هي متغيره بس نظامها. بس لا هو تغيير النظام حتى بيدي طاقه ايجابيه كده في المكان. بصوا يا جماعه حطيتهم هنا، ومش عارفه برضو هم هنا شكلهم حلو ولا لا، بس يعني هحطهم يومين ثلاثه كده وهشيلهم تاني. المهم اني اكون غيرت. جيت انا بقى بعد ما فرشت كله ومسحت الارض كلها جبت المكنسه وشفطت كل السجاده. عايزه اقول لكم ان بسام بتحب المكنسه دي جدا، بتحط العروسه عشان المكنسه بتطلع هواء فهي بتطير شعر العروسه. انتوا عارفين يا جماعه برضو من الحاجات اللي بتبقى صعبه جدا ان انتي بتغيري حاجه في البيت ومعاكي اطفال. يعني بتبقى حاجه صعبه جدا. انت لو انا لو بعمل الحاجه دي وبسان يعني مش معايا في البيت، نازله مع محمد مثلا عند ماما كده، هيبقى الموضوع سهل بالنسبه لي جدا. لكن هي كانت كل شويه زي ما قلت لكم بتقع، انا بشيلها بتشيلي حاجه من مكانها كده. هو الموضوع كان صعب جدا. بس يا جماعه في الاخر بقى ولعت البخور ده وقلت برضو ايه، يعني انا عملت حاجه روقت اي حاجه يا جماعه. بس قولوا لي يا جماعه كل اللي يشوف الفيديو يقول لي لو غيرت النظام في السفره مثلا اغير ايه اللي احطه مكان ايه كده. قولوا لي يا جماعه وهقرا كل كومنتاتكم. بس اللي شاف الفيديو لغايه هنا يقول لي الفيديو عجبه ولا لا، ولو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتحطوا لي لايك. سلام.